اتفضلوا معانا كده يا حبايبي طبق القلقاس الجميل الحلو دوت، جنبه كده طبق الرز المتين، قطعتين اللحمة مسلوقة ومتحمرة بالطريقة التقليدية خالص. شايفين كده؟ تعالوا نشوف مع بعض طريقة القلقاس بطريقتي، يا رب تعجبكم. ما تنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. يلا بينا على طول عشان نشوف الوصفة. يلا بينا بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال دايما يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض أكلة شتوية حلوة قوي، كلنا بنحبها كده بأمر الله. وهي القلقاس بالخضرة. احنا بنحبه بالخضرة، مش بنحبه بالطماطم. تمام؟ يعني في ناس بتحب اللي بالطماطم، هي برضو جميلة، بس يعني هي الدنيا ايه، أذواق. تمام يا حبايبي؟ انا هنا عندي هنا حله وحطيت فيها قطعه من الدهنه، استبدلتها بالسمنه. عايزه تحطي سمنه زي ما انت عايزه، حطي معلقه. تمام. وحطيت معاها كده معلقه زيت عشان الدهنه تتسلى معايا. وزي ما احنا شايفين كده الدهنه كده بقت جميله خلاص معايا ومظبوطه. عندي هنا مقدار من بصلايه حلوه كده، بنزل بيها هنا. تمام. وبشوحها كويس. بسم الله. نشوح كده، اشوحها كده كويس يا حبايبي لحد ما تدبل معايا. عندي هنا كده يا حبايبي القلقاس اهوت، انا مقطعاه ومفرزاه كده في الفريزر. تمام، على قد الوجبه بتاعتي. بعد البصله كده ما اتشوحت معايا وبقت كويسه قوي، هنزل هنا بمقدار القلقاس زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. هنزل بمقدار شوربه لحمه انا سلقاها. بسم الله. انا طبعا كده مش محتاجه اني اشوح القلقاس ولا اي حاجه. انا بس كده محتاجه هضيف عليه كمان حبه شوربه. هنضيف كمان حبه كده يا حبايبي. تمام كده، هي مظبوطه. نديها بقى كده تقليبه. نشوف مع بعض بقى كده السلق هنعمل ازاي. عندي هنا كده يا حبايبي السلق برضو مفرزاه كده في الفريزر، السلق والكزبره مع بعض. تمام. بعمله برضو كده على قد الكميه اللي انا محتاجاها في الوجبه الواحده. تمام. هنزل بيهم كده في الكبه، افرمهم كويس جدا مع يعني ممكن ربع او اقل من ربع كوبايه ميه. هنشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين انا خلاص فرمتها جامد جدا، بس يعني ايه مش قوي، فاهمين؟ برضو ما ضفتش ميه كتير قوي للكزبره والسلق اللي عندي يعني. تمام. شايفين كده؟ بصوا الميه كده نزلت من تحت اهيت. تمام. بس طبعا لسه هصفي ده كويس جدا التفل اللي عندي عشان انا عايزاه ناشف خالص. بصوا كده حبايبي خلاص الميه كده خلاص جاهزه معايا، وادي التفل اهوت. شايفين خلاص كده مفيش اي حاجه. فهعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاجي هنا يا حبايبي على القلقاس زي ما احنا شايفين اهو بيغلي بيستوي. هنزل بيه كده هنا بالميه الخضراء. تمام. اديله تقليبه، نقلبه كده يا حبايبي اهو. الميه بتاعته كده بدات اهي تخضر وتبقى حلوه قوي، شكلها جميل. تمام. هنيجي بقى كده نشوف السلق نعمل فيه ايه. عندي هنا كده يا حبايبي قطعه توم نيه. تمام. هنزل بيها هنا كده في الشوربه ونديها تقليبه كده، حته كده ايه مش متشوحه في سمنه ولا اي حاجه، بتفرق معايا في الطعم وبتبقى حلوه قوي. هنيجي هنا يا حبايبي للسلق. خلاص انا زي ما قلت لكم ما فيهوش ميه خالص. تمام. حطيت هنا كده معلقه سمنه ومعايا كده نص معلقه من الثوم. تمام. هشوحهم بقى كده مع بعض كويس جدا، واعرف منين كده ان السلقه عندي خلاص، ان لما الثوم تتحمر خلاص يبقى السلق كده معايا زي الفل وتمام. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي انا شغاله معايا اهوت. تمام. الريحه بقى ما شاء الله الله اكبر جميله جدا حلوه قوي. تمام. طبعا هو بيطول شويه فانا مش عايزه اطول كل ده معايا في الفيديو. تمام. هستنى كده لحد بس ما يشوح معايا وافضل انا اقلب فيه لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه وارجع لكم. قربنا اهو يا حبايبي كده، ربنا يسهل اهو. خلاص الريحه طالعه جميله قوي. طبعا يا حبايبي لو ما عندكيش كبه مثلا او حاجه عادي تقدري كده زي امهاتنا زمان عادي كانت
حبه الثوم مع حبه السلق والكزبره، واديله بالهون، يعني يشتغلوا كده بالهون لحد بصراحه يعني ربنا يديهم الصحه. وام من الضم بجد والله كانوا يعني بيطلع عينيهم في موضوع السلق ده والهون، فالحمد لله كده ربنا سهل لنا موضوع الكبه يعني. فانا بكلم الناس اللي هي ما عندهاش كبه او كده، تقدر هي عادي تعمله في الثوم بامر الله، ان شاء الله يطلع اطعم كمان. كده زي ما احنا شايفين اهي السمنه كده بتنزل منه زي ما احنا شايفين اهوت. تمام، برده شويه كده لسه حبه كمان زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. خلاص كده تمام، هنزل بيهم بقى على القلقاس. هننزل كده يا حبايبي بسم الله كده، ندي بقى كده تقليبه حلوه. اللهم صل على النبي على الريحه، العسل بجد ريحه تحفه تحفه تحفه. جربوا الطريقه دي جميله جدا. تمام، حطيت هنا كده يا حبايبي حبه شوربه على اللي متبقيين في الطاسه هنا كده عشان حرام يترموا. تمام، هلمهم كده وانزل بيهم على الحله. ننزل بيهم كده. تمام، التقليبه الحلوه بتاعتنا. انزل كده يا حبايبي برشه فلفل اسود بس كده بسيطه. تمام، وكده كمان القلقاس بتاعي استوى وبقى زي الفل. وبكده يا حبايب قلبي طبق القلقاس بتاعنا خلص وجاهز اهو زي الفل. يا رب تكون وصفتي النهارده خفيفه كده وجميله معاكم. الف هنا وشفا عليكم يا حبايب قلبي. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. شايفين كده اللون حلو قوي جميل يفتح النفس بصراحه. شايفين كده. الف هنا عليكم يا حبايبي اللي هيجرب وصفتي بنفس طريقتي كده. يلا يا حبايبي في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.